بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معكم أخوكم فتحي، والنهاردة هنتكلم عن الجوين دومين. طيب احنا كنا قلنا المرة اللي فاتت ازاي في الاكتيف دايركتوري ازاي ان احنا نحول السيرفر بتاعنا من ورك جروب الى دومين. طيب احنا حولنا السيرفر ان هو بقى دومين خلاص. طيب الاجهزة بقى، يبقى انت في الشركة عندك ايه؟ نيجي كده نفتح البورد هنا بتاعتنا. يبقى انت كده عندك في الشركة بيبقى فيه السيرفر بتاعك اهو. طيب ده السيرفر، وعندك الاجهزة، سواء مثلا هنا في عندك هنا الاي تي او الماركتنج او الاتش ار. في بيبقى المهم ان في جروب دي كده مثلا، هي ديت الاجهزة ماشي، وفي هنا بيبقى في سويتش. ادي السويتش بتوصل السيرفر بالسويتش، وتوصل طبعا كل جهاز كمبيوتر بيتوصل بالايه؟ بالسويتش. تمام. طيب انا دلوقتي السيرفر عندي بقى تبع الدومين، عايز ادخل الكمبيوتر مثلا ويندوز 10 وويندوز 11، عايز ادخل الكمبيوتر بتاعي في الدومين. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ بروح ان انا بعمل كونفيجريشن للكمبيوتر بتاعي بحيث ان هو يبقى تبع الدومين. طيب انا عندي خطوتين. اول خطوة ان انا هروح احول الجهاز بتاعي من الورك جروب للدومين. تمام. تاني خطوة ايه هي؟ هروح ان انا اظبط الاي بي بتاع الجهاز بتاعي. يبقى احنا علشان الجهاز بتاعي يبقى تبع السيرفر لازم يبقى الاي بي في نفس الشبكة. ما هو ايه لازم؟ يبقى انت مثلا، يبقى احنا كنا مدين السيرفر كام؟ 10.0.0.1. يبقى لازم يبقى احنا يبقى هنا /24. طبعا الكلام ده هنشرحه في النتورك اللي هو /24/16/8 اللي هو السبنت ماسك. طيب عايزين لازم يبقى ايه؟ يبقى انا لازم احط هنا 10.0.0 دوت اي رقم اللي هو مين؟ الهوست. يبقى انا الهوست يبقى مثلا نحط رقم 3، نحط 5، يبقى ده اي اي بي معاه في الشبكة /24. تمام. هنروح بقى نطبق الكلام ده في الجهاز بتاعنا. يبقى نفتح الجهاز بتاعنا. هنروح قلنا الاول هنروح نحول الجهاز بتاعنا الى دومين. طيب هنروح لماي كمبيوتر. هنروح لماي كمبيوتر، نروح نضغط كليك يمين، بروبرتيز. تمام. هنروح هنا هنختار about. لو هي مش انت مثلا ظهر عندك ديسبلاي او اي حاجه من دول، لازم تبقى ايه؟ about. بقى كده تختار advanced system setting. طبعا هيروح هنا يقول لك ان هو عايز مين؟ صلاحيه الادمنستريتور. نكتب الباسورد بتاعتنا. تمام كده، هو هنا فتح لي البروبرتيز. تمام، هو فتح تحت اهو. هو فتح جه سيستم بروبرتيز اهو. هنروح ايه؟ هو يبقى يطلع على ادفانسد، تختار كمبيوتر نيم. هتروح تضغط على اللي هو ايه؟ بيقول لك هنا تشينج، عايز تغير اسم الكمبيوتر نيم، وعايز تغير الدومين او الايه او الجروب ورك. تضغط على تشينج. هتلاقي يعني عندك هنا ورك جروب. هتروح تعلم الاول، هتروح تغير ايه؟ كمبيوتر ايه نيم. هتسمي، لازم هتلاقي في اسم هنا غريب كده، هتسمي الجهاز بتاعك
مثلا ايه كمبيوتر 5 كمبيوتر 3 اي اسم انت تبقى عارفه يعني. هتروح تعمله تبقى هو ممبر اوف ايه الدومين. وهتروح هنا تكتب هنا مين اسم الدومين بتاعنا اللي هو فتحي دوت لوكال، تضغط على اوكي ابلاي اوكي. يبقى انت كده قلت ان الكمبيوتر دوت ينفع يبقى على دومين. طيب يبقى انا كده قلت له ان انت ينفع تخش على الدومين ما تبقاش ورك جروب. طيب هنروح نعمل ايه بقى تاني؟ لازم نروح رقم 2 نعدل الاي بي بتاعنا. طيب هنعدل الاي بي منين؟ طيب هنروح نضغط على النتورك هنا، نتورك اند انترنت سيتنج. تمام، تروح تضغط على تشينج ادابتور اوبتينز اوبشنز. تمام، نضغط على كليك يمين بروبرتيز. اروح برضك لازم اي تغيير يبقى انت ادمنستريتور. تمام، نعمل باسورد. تمام، ظهر لك هنا الايه الايثرنت بروبرتيز. هتروح ان انت تضغط على انترنت بروتوكول فيرجن 4 وبعد كده تضغط على بروبرتيز. هتلاقي ان هي عندك هنا متعلمه ايه اوتو. هتروح تغير من اوتو، هتغيرها ان انت تبقى استاتيك. يبقى انت بتقول له استخدم الاي بي اللي انا اديها لك دي. هتروح احنا قلنا ان هي ايه ان انت كنت مدي السيرفر 10.0.0.1 اللي هو اول اي بي في السيرفر. هتديله اي بي معانا في الشبكه، وهتروح تحط الدي ان اس بتاع الجهاز بتاعك لازم يبقى تابع لمين للسيرفر. يبقى تحط هنا الاي بي بتاع السيرفر. تمام، يبقى انت كده عملت الايه الاي بي. يبقى كده الجهاز بتاعك بقى في السيرفر. هتعرف ازاي بقى ان الجهاز بتاعك بقى تبع السيرفر؟ هتروح تفتح السيرفر بتاعك. قلنا قبل كده عشان تفتح الصفحه ديت كنترول الت انسيرت. تمام، تروح تضغط تكتب الباسورد بتاعك عشان هنا برضك ممكن تنسى، لازم تحول انجليزي. تمام، هنروح بقى نفتح ايه اليوزرز كمبيوتر اند يوزر اكتف دايركتوري كمبيوتر اند يوزرز. تمام، هو بيفتح لك على طول سيرفر مانجر. هو اوتوماتيك كده اول لما بيفتح نسخة السيرفر بيفتح السيرفر مانجر دوت اللي انت بتقدر من عليه تتحكم في كل حاجة في الشركة بتاعتك او في الاقسام بتاعتك. تمام، هتروح هنا تضغط على تولز. هتروح تختار اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز. تمام، يبقى انت بتروح تقول له ايه انا عايز اشوف اليوزرز بتوعي والكمبيوترز بتوعي. هنروح نفتح نشوف ايه في الكمبيوترز. هتلاقي ان ايه ان الجهاز بتاعك اتضاف، ان في جهاز اتضاف للدومين. تمام، هنروح هنا هنضغط على الكمبيوترز. هتلاقي ان في ايه كومب 5 اللي هو ايه اسم الجهاز اللي احنا غيرنا اسم الجهاز لكومب 5. ادي الجهاز ايه الجهاز بتاعنا. تمام، المرة الجاية بإذن الله هنتكلم عن ان احنا ازاي ننشئ يوزر وازاي ننشئ او يو وازاي ننشئ جروب، وهنعرف كل حاجة عبارة عن ايه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.